ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دقيقه زياده فوق الوقت اللي بدل الضايع علشان الاهلي يجيب الجول. مش ان الحكم قاصد، مش ان الحكم عايز، انما الكون عايز، البشريه عايزه. اسوأ فريق كان بيلعب النهارده النادي الاهلي، كان بيلعب لعب سيء جدا. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها ساده. معقوله يا جماعه الكلام ده؟ قول لي في نادي في العالم بيجرى له كده؟ نعرف ريال مدريد، نعرف برشلونه، نعرف ليفربول. قول لي في برنامج في العالم، في نادي في العالم بيجرى له الكلام ده؟ معقوله يا عالم في حاجه كده؟ فين العدل؟ فين المساواه؟ فين الكوره؟ فين الرياضه؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ ما تحسبوا الوقت وتشوفوا الوقت اللي كان بيتلعب فوق الدقيقه 95. خلاص هو حد يقدر يفتح بقه؟ مصر كلها قالت جون فبقى جون. ايه يا جماعه ده؟ حاجه تنقط، حاجه تشل، حاجه تتعب، حاجه تزهق، حاجه تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي، واحد صاحبي يعني، تقول لا خلاص، قال لي لا لا لا. وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي، يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها لبعض، كلنا بعتناها لبعض، ما اقدرش اقولها على الهوا. هي كلمه من 3 حروف، مصر كلها قالتها، اهلاوي وزملكاوي، 3 حروف عاليه. وفي ناس عملت حاجات تانية، انما هو في كده؟ بحق الآلهة هو في كده؟ بحق هبل هو في كده؟ في نادي بيعمل الكلام ده؟ ولا بيلعب ولا اي حاجه، وطلع كل اللعيبه ونزل كل اللعيبه، واللي ما كانش بيلعب بقاله سنين نزله، وعمل كل حاجه. كان بيلعب لعب محترم، تعبوا وبيقاسوا، انما هي مطلوبه خلاص. عارف بعد الماتش ده انت تعمل ايه؟ انت بعد كده ما تفكرش، يعني انت عايز ايه؟ ما هو نادي عنده الحظ ده، عنده مش اراده ولا مهاره ولا عظمه. والله العظيم اسال الاهلاويه النهارده اللي كانوا في الاستاد، يقولوا لك كل الكور ما بتترفعش، ما بتروحش، كله في الهوا، كله مقطوع. قول لي اللي حصل ده حصل ليه النهارده غير انه الاهلي لازم ياخد الدوري؟ انا خلاص بجد، ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. ما تقوليش انه اصل الاهلي لما غير طريقته ولعب 4-3-2-1، لما الشناوي لما قفشه اصله، ولا اي حاجه من دي خالص. مفيش اي تفسير منطقي للي حصل النهارده خالص خالص، غير ان هو كده. هو ده الاهلي، وهي دي حياتكم، وهي دي بلدكم، وخلاص بقى مش عايزين دوشه. متشكرين يا عم، خلاص فهمنا الرساله الواضحه ان الاهلي لازم ياخد الدوري. وانا لما قلت الكلام ده من كام يوم قالوا لي بقى المبالغه واوفر قوي، قلت لهم لا لا، في شيء غير طبيعي بجد بجد، لا يستحق ان ياخذ دوري. هذا فريق لا يستحق ان ياخذ دوري، انما هذا فريق يستحق ان الدوري يروح له. هذا فريق يستحق ان الدوري يمشي له. هذا فريق يستحق ان الدنيا كلها تلف عشانه.
هي دي القيمه بتاعت النادي الاهلي. انما تقول لي الفرقه كابتن عماد النحاس ولا اي حاجه ولا الهوى. يعني انا عندي سؤال عايز حد يجاوبني عليه بجد. هو بيراميدز يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه الفترة الأخيرة مكسر الدنيا يا باشا، حرفيا مكسر الدنيا يا باشا. بص يعني ربنا يوسع عليه يا رب، ربنا يوسع عليه. انا مبسوط له، انا فرحان ليه. واخد افريقيا، بيلعب تاني في افريقيا السنة دي بمستوى جامد جدا، لسه كسبان الاهلي، واخد سوبر افريقي، واخد ايه تاني، واخد النيلة اللي هي بتاع القارات الانتر كونتيننتال. ما شاء الله عليه يعني مكسر الدنيا بيراميدز يعني. حاجة تشرف، حاجة تشرف. ممدوح عيد وهاني سعيد على رأي أحمد فهمي بجد. كل الكلام ده جميل، جميل جدا والله، حاجة جميلة جدا، حاجة تحفة يا راجل، مفيش بعد كده جمال. تمام حلو. بيجي قدام الزمالك بقى ويقلب بطة بلدي ليه؟ والله انا هتجنن، مع ان الزمالك ضايع، يعني هو الزمالك اصلا ضايع. هو خلي بالك الماتش لسه، يعني لسه في بدايته، ماتش ده 13 يعني لسه في بدايته قوي، لسه في بدايته يعني فاهمني. بس اول 13 دقيقة يا باشا، انا مش شايف بيراميدز اللي كسب الاهلي، انا مش شايف بيراميدز اللي خد افريقيا، انا مش شايف بيراميدز اللي خد الانتر كونتيننتال، انا مش شايف بيراميدز اللي خد السوبر افريقيا، انا مش شايف بيراميدز. اداء الزمالك في اول 13 دقيقة، لسه ما عدتش الدقيقة، جامد جدا. مش جامد جدا يعني، افضل من بيراميدز. اه افضل منهم يعني، قريبين عنهم. لا ده لا ده راح ولا ده راح. يعني بيراميدز ما عملش فرص كويسة. فرص محققة يعني. ولا الزمالك، والزمالك شرحه برضه ما عملش حاجة. ولكن مين اقرب؟ يعني مين اقرب من التاني؟ الزمالك. طول الماتش في نص الملعب بتاع بيراميدز، لا اما بيحضروا لا اما هجمه للزمالك ما بتكملش. ولكن ما شفتش عواد، انا ما شفتهوش. فده حاجه بصراحه يعني تعباني نفسيا. يا جدعان هو بيراميدز كعبه عالي على الاهلي بس؟ على الاهلي بس يعني؟ هو بيراميدز كعبه بيبقى كعبه عالي على الاهلي بس؟ الزمالك بقى كعبه عالي على بيراميدز دايما ليه؟ ما السؤال ده مجنني. حتى والزمالك واقع يعني، حتى هما ضايعين. منطايق. يعني انت وسامع المعلق هتلاقيه دايما يعني اسماء اللعيبه اللي بيقولها زمالك. اول تسديده اشوفها بصراحه هي بيراميدز، اول تسديده عشان ما كنتش كداب، بس اول تسديده اشوفها البيراميدز. فهو بقى في ايه بقى؟ يعني الزمالك في ايه بقى؟ هل ده سحر؟ عرفونا يا جدعان. هو انتوا بتدوسوا على وش بيراميدز كده ازاي؟ بجد والله. سؤال، بص سؤال لكل زملكاوي بجد بامانه. هو انتوا ليه بتدوسوا، ازاي بتدوسوا على وش بيراميدز كده؟ نادي سؤال تاني بصيغه افضل عشان ما قلتوش كويس. ايها الزملكاوي الصديق الصدوق، قول لي ازاي فرقتك وهي ضايعه وهي واقعه وهي رايحه في 60 دقيقه كده بتعرفوا تدوسوا على بيراميدز؟ انا مش متخيل يعني. السبب مش عايز يجي في دماغي، مش فاهم. والله ما فاهم، والله ما فاهمها. دايما كانت طول الوقت تلاقي بيراميدز تدي الاهلي على عينيه وتكسبه. لا تتكسف انا اهلاوي والله، بس هتكسف من بيراميدز لحد الان. عقده ليه؟ عقده للاهلي. تبقى لسه كسبان الاهلي ومطلع عني واخده بطولات ومكسره الدنيا، وتيجي قدام الزمالك وتشيل طينه. مش عارف، مش فاهم ليه. انا مش فاهم ليه. هو في ايه؟ سحر ده ولا شعوذه ولا في ايه يا جدعان؟ لو ده سحر عرفونا، لو دي شعوذه قولوا لنا، قولوا لنا. يعني نشوف بتروح عند انهي شيخ او انا عند انهي دجال ونشوف القصه دي. انما يعني بالمنظر ده مش فاهم انا مش فاهم. نعيد السؤال تاني يمكن ما سمعوش، نعيده تاني. ايها الزملكاوي صديقي الصدوق، جاوبني. ما كانتش حلوه دي. بص، ايها الزملكاوي صديقي الصدوق، جاوبني بالله عليك على السؤال ده، عشان السؤال ده عامل له خرم في دماغي. هو انتوا ازاي
وانتوا ضعاف قوي بتحطوا على بيراميدز كده. بتعملوا ايه الاهلي ما بيعرفش يعمله؟ انتوا بتعملوا ايه الاهلي؟ دايما بيراميدز دايس على وش الاهلي، ودايما برضو سبحان الله الزمالك دايس على وش بيراميدز. ازاي بقى؟ انا مش فاهم. حتى هو الزمالك ضايع، تفهمها ازاي دي؟ مش عارف افهمها، مش جايه معايا، مش عارف. حاجه تجنن اقسم بالله. ولكن الى الان ربع ساعه اهو، او داخلين في التالت ساعه يعني. بصراحه ماتش ضعيف جدا سواء من الزمالك او بيراميدز، بس انا بقول لك الزمالك اقرب، الزمالك اقرب بكتير يعني. الماتش او الكوره في نص الملعب يعني، ما فيش هجمات لا هنا ولا هنا، بس الزمالك بس الكوره بينقل كويس، انت فاهم، موجود في الماتش، موجود في الماتش يعني، ما شاء الله يعني، موجود وموجود يا باشا. ف ازاي انتوا بتعملوا كده؟ او ازاي بيراميدز بتبقى ضعيفه قوي كده قدامكم؟ انا مش فاهم. ازاي بيراميدز بتبقى ضعيفه قوي كده قدام الزمالك؟ انا مش فاهم. بيراميدز تبقى مكسره الدنيا ودايسه على وش الاهلي، تيجي قدام الزمالك تنام تقلب بطه بلدي. ليه بقى؟ يعني الزمالك بتعملوا ايه يا جماعه؟ سحر ده شعوذه؟ قولوا لنا طيب فين بتعملوه ونروح. انما اللي بيحصل ده حاجه غريبه بصراحه جدا. انا مستغرب، انا مندهش، انا مندهش ومستغرب بصراحه. ولكن هنقول هنقول بقى، واسمعوا بقى القواله بقى. ايا كان مين هيكسب الماتش ده، الصور بتاعنا اهو اهو اهو، ويتقابل بعد النهايه يا باشا. الصور بتاعنا ونتقابل بعد النهائي. تاني الصور بتاعنا ونتقابل فين امتى؟ بعد النهائي. ركز. ده فاول، فاول الزمالك. نشوف الهجمه دي، نشوف الفاول ده ونقفل الفيديو، عشان مش هقعد طبعا اتفرج على الماتش، انا عارف ان ده كده فاول يكسب. سلام.